بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد ووصفة جديدة وتحفة وجميلة. هنعمل بيتزا وهنعمل كمان حواوشي اسكندراني، هنعمل فطيرة محشية بحشوة حلوة جدا. ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وصلوا على النبي في الكومنتات. هندخل على ان شاء الله على الوصفة على طول. اول حاجة عندي في العجان كيلو دقيق، حطيت عليه معلقة سكر، وحطيت عليه حوالي معلقة ونص كبيرة لبن بودر، وحطيت عليه معلقة صغيرة ملح. وعندي في الكوباية حطيت معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة، وحطيت نص كوباية مليت نص كوباية مية دافية. تمام. هبدأ هنا بقى اشغل العجان، وهجيب معايا اول حاجة كوباية مية دافية من اللي هي الكوباية بتاعة المية او كوباية العصير، بس لازم المية تكون دافية. ومعايا كمان ربع كوباية صغيرة زيت زيتون. لو مش عندك زيت زيتون عادي ممكن تحط زيت نباتي بس يكون ملوش ريحة. هنا بقى شايفين كده انا اتأكدت ان الخميرة ناجحة. بعد ما خلصت الكوباية الاولى حطيت الخميرة عشان خاطر ما زودش السوائل والعجينة تطلع ملزقة معايا ومش مظبوطة. يبقى انا الاول بنزل بكوباية مية، وبعد كده انزل بالخميرة، وبعد كده ابدأ ازود المية اللي انا عايزاها. انا الكيلو اخد معايا كوبايتين المية، واللي هي والمية اللي فيها الخميرة. ماشي. هنا العجينة بقى ايه؟ بدأت لمت معايا. هنزل عليها بربع كوباية صغيرة زيت زيتون، او حوالي بالظبط 4 معالق كبار. هعجن بقى في العجان كده كويس لحد ما الزيت يدخل في العجينة، وتبقى مش لازقة خالص في الحلة بتاعة العجان زي ما انتوا شايفين. العجينة جميلة وتحفة، وفعلا اللبن البودر بيفرق معاها. لو مش عندك لبن بودر ممكن تستخدمي حليب عادي. هنا بقى برضو اخدتها انا يعني البيتزا بتحب العجن جامد، فاخدتها برضو قعدت على الرخامه كده اودي واجيب فيها كده زي ما انتم شايفين في الفيديو بالظبط. انا مسرعه الفيديو عشان خاطر ما ياخدش وقت منكم، يعني ما ياخدش وقت كتير، عشان ما اطولش الفيديو عليكم. هنا رحت دهنه العجان نقطتين زيت، وحطيت فيها العجينه وغطيتها بستريتش راب وغطيتها وركنتها بقى على جنب ايه تخمر مع بعضها مع نفسها. عندي هنا مكعبات صغيره من الفراخ انا متبلاها، حاطه التوابل اللي انت المتوفره عندك، وحاطه يعني بشره بصلايه ومتبلاها كويس ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات وكل حاجه. وهي كانت عندي اصلا في الفريزر متبله، طلعتها بس يا دوبك قطعتها. حطيت بقى بعد كده ماده دهنيه، ونزلت الطاسه سخنت جامد، نزلت عليها بالفراخ اتشوحت وغيرت لون، نزلت عليها ببصلتين حلوين كده. وبعد كده تبلتها بقى، حطيت لها ملح حطيت لها يعني كمون وفلفل. وعندي التوابل دي توابل كبسه وتوابل فراخ، يعني انا بحب احطها مع الكبسه ومع الفراخ، بتدي نفس حلو جدا. هغطيها بقى لحد ما البصل يدبل خالص تماما. وعندي بقى حطيت نص معلقه سبع بهارات، وكنت مقطعه طماطم ومقطعه فلفل اخضر شرايح. وحطيت بقى الملح بتاعها وظبطتها. لو بتحبيها سبايسي ممكن تحطي قرن فلفل حامي. ماشي خلاص، هي كده استوت معايا. هروح ايه بقى مغطيها وركنها في جنب. هعمل بقى الصلصه بتاعه البيتزا. عندي معلقتين 3 كده زيت زيتون، وهنزل عليهم بفصين توم. انا بحب نفس التوم فيها بيبقى طعمه حلو قوي. ويا دوبك ريحه التوم يطلع ريحته بنزل عندي بالصلصه. انا الصلصه هنا مسبكاها وجاهزه اصلا يا دوبك، بس انا هتسخن مع المكونات دي كلها، تاخد غلوه مع المكونات دي كلها. لو انت عامله طماطم فريش بتسيبيها بقى لحد ما تتسبك خالص زي ما انت شايفاها. هحط لها معلقه صغيره سكر، يعني معلقه مش مليانه، واملحها بقى زي ما على قد الكميه اللي موجوده عندك. وحطت لها برضو ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، ربع معلقه فلفل. وخلاص كده. وهحط لها في الاخر خالص بعد ما تتسبك قبل ما اقفل عليها معلقه زيت كمان. هنا برضو كان عندي شطه من بتاعه الاندومي وكده، قلت ايه احطها عشان خاطر اخلص من الكيس. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسينيش اللايك، ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه، وتصلي على النبي في الكومنتات. جربوها، وصفه سهله وجميله. والعجينه هتشوفوها معايا بسم الله ما شاء الله، طريه وهشه وبيضه وتحفه. يعني انت لو هتجيبي بس بيتزاية من اللي احنا عاملينها دي هتلاقيها بمبلغ وقدره. لا هي ما خدتش مننا حاجه. وممكن بدل ما هنا بقى انا قطعت بصل فلفل شرايح وطماطم شرايح، وعندي هنا نوع الجبنه دي الحمد هي ميكس.
وبعد كده بقى هبدأ اول حاجة انا هعمل الفطيرة اللي هي هحشيها بالحشوة الفراخ. حشوة الفراخ دي عاملة زي حشوة الشاورما كده، بس انا مقطعة الفراخ فيها مكعبات عشان ما تبقاش بتشد مني، لو سبتها طويلة هتبقى بتشد مني في الاكل. جبت قطعة عجينة كده وفردتها، وبعد كده حطيتها في الصينية. طبعا دهنت الصينية الاول برشة زيت كده، وهبدأ احط الخلطة، وبرضه هحط شوية ميكس من الجبنة دي، بصراحة بيفرق في طعمها جدا. انا عملت واحدة بس كده، انا ما كانش في نيتي اعملها اصلا، كنت اعملها كلها بيتزا، وبعدين جه في دماغي ان انا اعملها فطيرة كده كل واحد ياخد له مثلث، هتبقى حلوة قوي برضه، خصوصا لما انا لقيت الخلطة الحشوة بتاعة الفراخ معايا كمية حلوة. بعد كده هجيب قطعة عجينة برضو وهفردها كويس، وهبدأ احطها على الفطيرة دي يا بنات نفس فكرة الحواوشي الاسكندراني بالظبط. يعني تعملي عجينة الحواوشي الاسكندراني كده، وبعد كده ممكن بدل بقى ما تحطي فراخ هتحطي لحمة مفرومة، وهتحطي عليها البصل وكل المكونات دي واللحمة نية. الحواوشي الاسكندراني بيحط فيه اللحمة نية، طبعا بما انها مفرومة بتاخدش وقت، بتستوي معاكي وانتي بتدخليها وانتي مدخلاها الفرن. اما عشان انا عاملاها بفراخ، سويت الفراخ. هنا بقى رحت جايه حاطه القطعه البتاع اسمها ايه العجينه. وطبعا عملت زي ما انتوا شايفوا في الفيديو بالظبط، ودهنتها زيت ورشيت عليها شويه سمسم وخلصتها، ورحت مغطيها بالستريتش راب او بكيس عندك أو اي حاجه. هنا بقى بقيت العجينه، انا كنت عملت برضو يا بنات فردت عجينه في صينيه صغيره زي اللي انا كنت عاملاها في الفطيره، بس ما جبتهاش معاكم عشان ما طولتش عليكم الفيديو. جبت معاكم بس طريقه الصينيه الكبيره. انا بحب دي صينيه كبيره اللي هي بتاعه الفطير، اللي هي بتاخد فطيره كيلو. بتوفر معايا وقت وجهد ووقت في الفرن وكل حاجه. يعني لو انا هعملها في صواني صغيره ممكن تتعمل في 3 صواني، طبعا 3 صواني هيخش على 3 مراحل في الفرن وعمايل كذا مره، فلا انا بحب اعمل في دي. هنا بقى فردتها، ادي الصينيه التانية الصغيره اللي انا قلت لكم عليها اهي، فردتها. لو العجينه معاكي لقيتها كل ما تفرديها ترجع تاني، اركنيها في الصينيه 10 دقايق وهي متغطيه، وارجعي افرديها تفرد معاكي على طول. هنا بقى انا بعملها بالشوكه كده علشان خاطر في الفرن ما تعلاش وتقب مني، وتبقى مش مظبوطه كده، عشان خاطر ما تقبش من الصينيه، يعني ما تسيبش الصينيه وتفصل. عندي بقى الصلصه بتاعه البيتزا، والله العظيم ما شاء الله شكلها تحفه، وانا اللي عامله الصلصه دي في البيت، ما حطيتش ولا معلقه صلصه جاهزه. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ ولو عندك زعتر، زعتر اللي هو الزعتر الاصلي الحلو ده، لان في زعتر بيبقى ملوش ريحه، تروحي برضو حطاها بيبقى طعمه تحفه. انا بصراحه ما كانش عندي. هنا بقى هجيب شرايح الطماطم واحطها بقى كده، وبرضو شرايح الفلفل، يعني واحده طماطم واحده فلفل، واحده طماطم واحده فلفل. اهم حاجه الشكل والتزيين، لان العين بتاكل قبل البق. هجيب بقى الحشوه بتاعه الفراخ دي، والحتت الفاضيه احط فيها زي معلقه صغيره كده، وهضغط عليها بايدي على الحشوه اللي فوق دي كلها علشان خاطر تمسك في العجينه. وقت التسويه ما تفصلش، يبقى الحشوات مفصوله عن العجينه وتلاقيها بتقع من على العجينه. هجيب بقى الجبنه ورشرش جبنه كده، وكتري كتري كتري على قد ما تقدري. انا هنا حطيت رشه ملح عشان خاطر الطماطم اللي هي الفريش دي بتنزل ميه وفيها ميه، فما تحسيش ان البيتزا طعمها دلع، فبحب احط رشه الملح دي. دخلتها بقى في الفرن. الفرن كان سخن، وحطيتها على الصاجه من تحت خالص، يعني حطيت صاجه الفرن الاولانيه حطيت عليها الشبكه، وحطيت عليها البيتزا. لقيتها خلاص من تحت اخدت اللون، طلعتها على الشوايه. والشوايه عند الفرن الاتنين بيشتغلوا مع بعض. لو مش بيشتغل عندك الشوايه مع الفرن، بعد ما تاخد لون من تحت هدي الفرن خالص، مش تقفليه، هدي خالص وافتحي الشوايه، هتاخد معاكي لون من فوق. شايفين البيتزا عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. العجينة قطنية وطرية، وبيضة وهشة خالص، بصراحة كان طعمها تحفة. شوف انت لو هتجيبي بيتزاية بالحجم ده هتكلفك قد ايه. وبرضو الفطيرة معانا طعمها عامل ازاي وشكلها عامل ازاي. شوفوا بقى العجينة معايا هتبان اوي لونها ابيض وهشة، والفطيرة طرية. شايفين ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، اللهم امين. شايفين الطراوة عاملة ازاي في ايدي؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله. مع